في هذه اللقطات توقف عناصر من الشرطة الإيطالية والألمانية رجلاً يشتبه بانتمائه إلى المافيا الإيطالية لاندرانغيتا. مداهمة كبيرة تمت بالتعاون بين جهازي الأمن الألماني والإيطالي. في إقليم كالابريا الإيطالي تسللت عصابة المافيا إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك صناعة النبيذ، المطاعم، وحتى جمع النفايات. لكن الشرطة تمكنت من تفكيك العصابة بالكامل. العصابة الرئيسية التي كانت ملاحقة قضائيا هي عصابة فارو مارينكولا، وقد تم تفكيكها في كامل النشاطات الإجرامية. من بين الموقوفين رؤساء بلديات وموظفو دولة. نفوذهم الاقتصادي وشعبيتهم مكنهم خلال الانتخابات من تحديد هوية رئيس البلدية أو الإقليم. الشبكة امتدت لتصل إلى ألمانيا، حيث أعلنت الشرطة إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يشتبه بقيامهم بالابتزاز والتهديد بالقتل وتبييض الأموال. لاندرانغيتا هي إحدى أقوى العصابات في إيطاليا، وحضورها في ألمانيا ليس مؤقتا نظرا لأنها قوت روابطها هنا على مر السنين، فلدى عناصرها علاقات عائلية قوية مع عناصر أخرى في ألمانيا. عدد الأشخاص الذين أوقفتهم عناصر الشرطة في إيطاليا وألمانيا وصل إلى 170 شخصا، أما قيمة البضائع التي تمت مصادرتها فقاربت 50 مليون يورو.